السلام عليكم متابعي قناة سبورت فليت، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. سادت خيبة أمل وسط الجمهور المغربي الأربعاء بعد خسارة منتخبهم في نصف نهائي مونديال قطر لكرة القدم ضد نظيره الفرنسي. وساد الحزن الملعب والأماكن المخصصة لمتابعة المباراة بعد تغلب فرنسا على المنتخب المغربي ب2-0. ويلعب المغرب السبت مع كرواتيا لتحديد المركز الثالث، حيث خسرت الأخيرة ضد الأرجنتين في نصف النهائي ب3 أهداف دون مقابل، فيما بلغت فرنسا المباراة النهائية لتدافع عن لقبها في مواجهة الأرجنتين الأحد القادم. ويسعى المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والإفريقية بعد تأهله للدور نصف نهائي عقب الفوز على البرتغال أحد المرشحين للظفر بالكأس. وبات المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية في 2002.